فتخيل يا صديقي كده معايا وانت ماشي في الشارع او واقف وتلاقي واحد جاي بيجري عليك شكله مشوه ومش طبيعي وعايز ينهش فيه. الكلام ده بتشوفه في فيلم زومبي صح؟ طب تخيل معايا كده لو الكلام ده في الحقيقة. ما بين وقت والتاني بيطلع علينا حاجات غريبة كده وتصريحات مستفزة بتثير الجدل، في جزء منها هزار وجزء منها بجد. ما تعرفش هما بيتوقعوا ده ولا هما بالفعل شافوا حاجات زي دي وعارفين ان في المستقبل هينتشر حاجة زي كده، زي مثلا ان عمرك ما سمعت عن وباء الكورونا وانتشر في العالم كله. بس يا ترى اللي حكولكوا ده بجد ولا تصريح اي كلام؟ وده اللي صرح بيه المركز الامريكي للامراض والوقاية، وقال ان الفترة الجاية ممكن احتمال كبير يحصل ده. لا وكمان عطى تعليمات ان احنا ازاي نحمي نفسينا من الزومبي، وكمان نخزن اكل وشرب وادوية ومطهرات عشان نستعد للكارثة والحدث ده، وان حدث زيه زي اي كارثة طبيعية بتحصل. يا ترى هما بيهزروا ولا بيتكلموا جد؟ تاني قصة معانا، واحد رمى ثروة في الزبالة. صاحبنا جيمس شاب بريطاني رمى ثروته في النفايات بس من غير ما يقصد. صاحبنا البريطاني ده كان شايل في المحفظة الإلكترونية على الجهاز بتاعه ما يعادل 7500 عملة بيتكوين، وده كان عام 2013. في يوم من الأيام صاحبنا ده قرر إن هو يغير الجهاز بتاعه ويبدله بجهاز جديد، فقال إن هو هينقل الداتا من الهارد القديم للهارد الجديد، وهيركن الهارد القديم احتياطيا لأي ظروف إن هو لو الهارد الجديد حصل فيه حاجة يبقى معاه الداتا على الهارد القديم. بس بعد مدة كبيرة وهو بينظف البيت كده لقى كراكيب ياما وزحمة، فقال لك ارمي الهارد بالمرة. المهم يا سيدي بعد كام سنة البيتكوين ضرب في السماء، وكلنا سمعنا عن الفرق الرهيب اللي حصل في البيتكوين وفي سعره، فقال لنفسه ما تبيع حبة كوين من اللي عندك. ولما راح يفتح ملف من ملفات البيتكوين لقى ملف ناقص، هيجيب الداتا منين وهو رمى الهارد القديم في الزبالة؟ فقرر ان هو يروح مكب النفايات اللي رمى فيه الهارد، بس حلني بقى عشان يلاقيه، لكن مع الاسف ما لقاهوش. عارفين ساعتها كانت الثروة دي تقدر بكام؟ كان كمية البيتكوين اللي معاه تقدر ب 411 مليون دولار. يا ترى لو انت مكانه هتعمل ايه؟ لو مراتك نكدية وقرفاك فمش هتكون اكتر من الست دي. وصاحبنا ده يبقى جيمس سكوت. في يوم من الايام كان قاعد في البيت مأنتخ ومع حاله وحيد، وفجأة مراته اتصلت بيه وقالت له انا جاي دلوقتي. فصاحبنا اتجن وهو اصلا ما بيطقهاش، فقرر ان هو يفكر في حيلة تأخرها في الطريق او تمنعها ان هي ترجع البيت اصلا. وكانت الحيلة دي حرفيا ما تخطرش على بال حد حتى لو كان الشيطان نفسه. فراح على الحاجز المائي اللي على نهر الميسيسيبي او السد زي ما بيقولوا، وخربه عشان يعطل الطريق اللي مراته جايه عليه، وده سبب خسائر تقدر ب 10 مليار دولار، ودمر آلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية. بسبب اللي عمله ده اتسجن مدى الحياة، وبكده يكون ارتاح من مراته للأبد. تفتكروا الست دي عامله له ايه عشان يعمل كل ده؟ ورد علينا ان ناس بتعبد البقر، بتعبد تماثيل، بتعبد بوذا، بتعبد حاجات ياما، لكن الغريب النهارده ان في ناس بتعبد الاسلحه والمعدات اللي بيشتغل بيها الحرفيين. تخيل معايا كده انك تلاقي ناس حاطه كام سلاح وكام سكينه وقاعده حاطه حواليهم بخور وشمع وبتعبدهم. بيقولوا ان عباده الاسلحه بتبسط الالهه ويديهم شيء من القوه وبتساعدهم على اداء افضل في حياتهم. وزي ما قلت لكم الفكرة واحدة، كلهم بيعملوا كده عشان استرضاء الآلهة. يعني ممكن كده تلاقي واحد هندي داخل المطبخ وبيطلع سكينة وبيعبد فيها، ومش بعيد كمان تلاقي واحد هندي في الجيم عندك ماسك دمبل وقاعد بيسجد له. هل شفت في يوم واحد ممكن يبقى محظوظ ومنحوس في نفس الوقت؟ وده صاحبنا فران سيلك، راجل نجا من حادثة قطر من على انحدار جليدي عام 1962، وعام 1963 قرر ان هو يركب طيارة لأول مرة. والغريبة إن موتور الطيارة يتعطل والباب يفتح ويشفطه ويرميه في الهواء، فيقع على كومة قش ويعيش والطيارة تتحطم وكل اللي فيها يموت. والأغرب بقى عام 1966 وهو راكب الأتوبيس، يجي الأتوبيس عند جسر ويقع من عليه ويموت 4 أفراد في حادثة الأتوبيس دي، إلا هو باقي الناس يعيشوا. ده لسه في أغرب واغرب. عام 1970 قرر إن هو يشتري عربية، والعربية دي ولعت، وقبل ما تنفجر خرج منها. صاحبنا ما همتش على كده، عام 1973 اشترى عربية تانية وولعت بيه وكان جواها، تخيلوا معايا انه نجا بحروق خفيفة. 2005 بقى اشترى اول بطاقة يا نصيب واديك الكبيرة، كسب 1,100,000 دولار. الحظ والنحس بيقابلوه في وقت واحد. يا ترى تحب تكون مكانه ولا لا؟ كنا معزومين عند واحد صاحبنا واحنا قاعدين قاعدة حلوة كده، وصاحبنا ده طلع صوت كده بكل اريحية وهو مش محروق. يا ترى صاحبنا ده ممكن يكون صيني؟ تعال اقول لك ليه. بيقول لك في الصين لو انت اكلت عند حد واتكرعت ده دليل على الامتنان، وان انت كده بتشكره على مدى كرمه وعلى مدى جمال الاكل. انا من رايي اي حد عنده صاحب زي ده ياخده يوديه الصين. من قوانين كوريا الشماليه ان لو بيتك اتحرق
اول حاجه لازم تعملها انك تنقذ صور الرئيس وكبار الزعماء. ده ايه؟ قبل بيتك واهلك تنقذ البراويز والصور. ولو ما عملتش كده ونجيت من الحريق مصيرك الاعدام، يعني ميت ميت. واخر قصه معانا فتاه بعيون اشعه اكس. ودي فتاة روسية اسمها ناتاشا، وبتقدر تشوف الهيكل العظمي بتاع جسم الإنسان بعينيها بس، وعندها قدرة كمان إنها تشوف الأعضاء الداخلية. البت دي مش بتفكرك بفيلم، وقدرتها الرهيبة دي بتخليها تشوف أي حاجة مصاب بيها جسمك سواء في عظمك أو في أعضائك الداخلية. وفي مرة مذيعة استضافتها، والمذيعة دي كانت عاملة حادثة مدة كبيرة جدا، وطلبت منها إنها تقول لها ايه الاماكن اللي هي عملت فيها عمليه والاماكن اللي التئمت فيها الجروح. وفعلا قدرت تقول لها الاماكن اللي التئم فيها الجروح ومكان الحادثه، لدرجه ان هي لاحظت زي شريحه معدنيه في فكها، وقالت لها انا ملاحظه شريحه معدنيه في فكك بس ما اعرفش الشريحه المعدنيه دي عباره عن. قالت لها ان الشريحه المعدنيه دي داعم لفكها من اثر الحادث. وبكده تكون البنت دي صادقه في اللي هي قالته. لو تعرف واحد صاحبك معهوش فلوس والدكتور طلب منه اشعه، ممكن توديه لناتاشا وهتسهل عليك الطريق. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى ان يكون بسطتكم النهارده. ما تنساش تعمل اشتراك للقناه، واتمنى في التعليقات ان انتوا تناقشوني واقترحوا عليا مواضيع ممكن اقدمها لكم، واتمنى دعمكم ليا للاستمراريه. شكرا لكم. كان معاكم حكم. سلام عليكم.